بطل مصري مجهول في الأرض لكن أكيد معروف في السماء بسبب اللي هقوله لكم. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. بكلمكم عن عم كريم راشد الله يرحمه، بطل مصري عنده 67 سنة بيشتغل سواق على أتوبيس مدرسة. عم كريم كان راكب الأتوبيس ومعاه 28 طفل والمشرفة على الأطفال على الطريق الدائري في منطقة المعادي، وفجأة شاف عم كريم عربية خرجت قدام الأتوبيس بشكل مفاجئ ومخالف، وهنا كان لازم ياخد قرار سريع. بتحكي المشرفة اللي كانت مع الأطفال وعم كريم في الأتوبيس وبتقول ان عم كريم قال لها خد الاطفال وارجعوا ورا خالص في الاتوبيس، وحاول يتفادى العربيه بكل الطرق ولكن ما نجحش، فقرر انه يصطدم بالحاجز الخرساني بتاع الطريق بدل ما الاتوبيس يتقلب. وفعلا عم كريم عمل ده واصطدم في الحاجز الخرساني وانقذ 28 طفل والمشرفه بتاعتهم، ولكن عم كريم اتوفى بسبب صدمه الارتطام بالحاجز الخرساني. المشرفه تعرضت لكسر في دراعها والاطفال خرجوا من الحادث بصحه جيده بدون اصابات تقريبا بفضل تضحيه عم كريم. اهالي الاطفال عبروا عن تقديرهم الكبير اللي عمله عم كريم وقالوا ان ده يعتبر مثال حي للشجاعة والإخلاص ورمز للإيثار والتضحية، واحنا من هنا بنترحم على عم كريم وبنطلب من المدرسة انها تاخد بالها من ابناء عم كريم لو عنده ابناء، ومن اهل الاطفال اللي انقذهم عم كريم بتضحيته انهم يحاولوا يعوضوا اهل بيته بالشكل المناسب.